متتبعات ومتتبعي صحيفة المراكشي، هذا الصباح حنايا في سوق الجملة ديال الحبوب غنحاولوا نرصدوا أثمنة مختلف المواد، أثمنة الحبوب وأثمنة القطاني، ونشوفوا إلى أي حد وصلت هذه الأثمنة خصوصا مع ارتفاع موجة الغلاء. شريف لاباس بخير؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. كي دايره الأثمنة؟ بغيت نعرف. الأثمنة كاين شوية الثمن. كيفاش كلشي تزاد؟ كلشي تزاد. القمح فايت 5 دراهم الفوق. وريني هذا القمح. شحال داير؟ داير 7 دراهم تقريبا، 8 دراهم 7 دراهم 6 دراهم حتى 7 دراهم الكيلو. هذا داير 6 دراهم 7 دراهم. شحال كان قبل؟ كان ديك الساعة 4 دراهم حتى 5 دراهم كاع. الفرينة دايره 4 دراهم حتى 90 ريال دروك. شحال كانت قبل؟ كانت 70 75 ما مقاداش، كلها والثمن ديالها. هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. اذا كلشي تزاد. كلشي تزاد. شنو الحاجه اللي رخصت عندك هنا في الحبوب؟ ما كاينه كاع الحاجه اللي رخصت عندنا في الحبوب، كلشي تزاد. كلشي تزاد، لا القطنيه لا العدس ولا الحمص ولا كلشي ولا بالثمن. العدس شحال داير؟ ما نكذبش عليك، ما داخل الحبوب. حنا عندنا الحبوب هنا. والرواج كي داير؟ والرواج شويه الناس مكرفسين الناس، الثمن داكشي اللي بغاو مساكن الناس بغاو نقصان في الثمن ما كاينش. فايت القياس. باقي البيع ديالك مزيان؟ البيع شويه عي شويه، لا كاين اللي كيصاوموا يمشي في حالته ما باقيش كيدي. الناس ما بقاش قد تشري؟ ايوا راه غلا عليهم فات القياس. الرباح ديالك انت باقي هو؟ الرباح عيان عندنا حنا مثلا بحال كنخدموا عين الناس، ما كندي والو هاد الساعه. علاش ما دي والو؟ داكشي باش كنشري ولينا كنبيعوه. ملي كتبيع براس مالو؟ والله الا ولا كنبيع حسب كنبيعوه براس مالو، والناس كيتسحبوك واش انت اللي زدتي عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك اسيدي، بارك الله فيك. الأثمنة بغيت نعرف الأثمنة. خويا الأثمنة دابا هاد الاسعار اليوم مرتفعه بزاف بالنسبه للناس اللي تمرتوا شي شويه. بالنسبه للأثمنة، الأثمنة خويا كاين أثمنة طلعت بزاف. بالنسبه للقمح اخويا، القمح كنا كنبيعوه ب 1500 1400 1600 منقي. دابا تبارك الله راه دابا راه 2400 2300 2500 من 1600 راه تقريبا الدوبل. اش كتقول؟ هادو أثمنة زعما خياليه بزاف بالنسبه للناس البسطاء والناس المساكين. القضيه ولات شي شويه قاصحه. واخا قول لي هذا القمح الشعير تقريبا نفس الكلمات اللي نقدر نقول لك. حتى الشعير تزاد. شحال؟ الشعير كنا كنبيعوه ب 75 80 ريال، دابا راه 100 للفوق، 110 108 106. تزاد فيه 1 درهم ونص في الكيلو حتى ل 2 دراهم. فرينه لا ميم شوز، حتى هي تقريبا تزاد فيها 2 دراهم تقريبا في الكيلو. شحال من عام وانت في هذه الحرفه تقريبا؟ هو تقريبا تبارك الله حنا في هذه الحرفه هذه دابا راه غاديه لشي 11 سنه. هاد الزياده فيت من هذه بحالها؟ لا، هذه من الثمانينات ما بقاوش دازوا بحال هاد الزياده هذه. من الثمانينات اللي كانت تقريبا هاد الأثمنة هادو ديال القمح اللي وصل 120 ريال، ولكن دابا راه وما بقاتش موجوده. منين تيولي الطلب اكثر من العرض، هذا الشيء اللي كيوقع. واخا غاليه. الرواج ديالك مزيان؟ الرواج ديالنا مزيان، ولكن ما كنشوفوش حنا من راسنا، كنشوفوا حنا من طبقه من الشعب. هاد الطبقه من الشعب، هاد الأثمنة في المتناول ديالها؟ لا، ما فيش من المتناول ديالها. لا ماشي في القمح ما خصوش يفوت 80 ريال 75 ريال في القانون ديالو. والله يدير شي تاويل الخير. ما نقدروش نقولوا حنا الناس المسؤولين هما اللي غادي يقدروا يقولوا هذه المسائل هذو، حنا ما عرفناش. القمح دابا وليتي بحال جيتو اليوم على حسب السوق عندنا اليوم. السوق كان تيدخلوا 10 الكواميوت 8 الكاميوت ديال القمح، ولا داخل واحد ولا جوج. من 10 كيدخلوا من 10 واحد ولا جوج، ما باقي كلشي جايب فرينه. يعني القمح قليل. وهذا رمضان جاي وقيلا ودابا هذا الشهر المبارك هو ديال الطلبات ديال هذه المسائل. يعني ملي كتكثر الهزان ديال الحبوب، لا من القطاني ولا من الحبوب ديال الاكل ديال القمح والفرينه. كتبيعش حتى القطاني؟ لا، كنبيعوا القطاني حتى هما. القطاني راه تزاد فيها 5 دراهم في الكيلو. ما كنهضروا على الخنشه، كنهضروا تزاد 5 دراهم في الكيلو. مثلا نعطيك العدس. العدس بلدي كنا كنبيعوه ب 220 240، دابا 340 6 دراهم في الكيلو. اللي تزادت. دابا وليتي كتشدو من فوق الكاميو تشدو ب 290 300 310 من الكاميو. زياده زعما لا حول ولا قوه الا بالله. شي الاخر في القطاني؟ الحمص حتى هو تزاد فيه 5 دراهم. 5 دراهم في الكيلو؟ في الكيلو كنا كنبيعوه ب 240 غرام الغليظ، دابا راه 340. وهادشي مازال حنا راه عندنا هنا أثمنة ديال الجمله،
مرة الحوانت خلاص. هادشي اللي قلتي لي انت ثمن الجمله. هادشي راه مازال عندنا حنا ثمن الجمله كنديرو اثمنه زعما مناسبه. هما الحوانت راه زايدين 6 دراهم 7 دراهم 8 دراهم. بزاف هادشي. بزاف دابا علاش تزاد هادشي؟ دابا حتى الترونسبور تزاد، النقل حتى هو تزاد، المازوت تقول لي علاش، يقول لك المازوت تزاد. اثمنه اليوم تباع القمح 170. اليوم تزاد؟ غير اليوم. اليوم هذه جمله. جمله. شحال غيسقطوا هذاك اللي غيدير؟ يسقطوا ب 3200 العبره. شحال كانت قبل هذه العبره؟ كانت غير 2400 2500. 100 ريال تزادت؟ ويه. والاثمنه الاخرى؟ الاثمنه الاخرى فارينه تباعت ب 90 ريال جمله. شحال كانت دايره؟ كانت دايره غير 66. الحمص هو كان تيدير غير 180 ولا ب 280 جمله. الرواج ديالكم كي داير؟ عيانه القضيه. علاش عيانه؟ الخير موجود. عيانه ما السيد ما تيدي العبره حتى يقلب لك راسك. عاد تيدي العبره والله. المواطن ما بقاش قاد. لا. شي الله يكون في العوان اللي عندهم. من جاي انت سيدي؟ من جاي؟ جاي من الدنيا مغوسه. هذا سي. اشنو جبتي؟ جاي خاوي بغيت نتقدى شي حاجه في المارشي. كي دايره الاثمنه انت كتمشي فيها؟ الاثمنه غاليه بزاف على الناس. بزاف. الناس مكرفسين بزاف. المازوت طالعه 230. طالعه بزاف المازوت؟ طالعه 230. ديتو على هادشي ولا؟ غنوقفوا حنا صافي. بقى ما نديرو. المازوت زاد من قلة الشتاء والمازوت زاد ومسكين اللي موالف تيدي 2 عبرات ولا تيدي غير نص عبره، اللي كيدي 4 العبرات كيدي غير عبره. واخا في رمضان غيكثر الرواج. في رمضان غادي يكون الرواج، ولكن راه قاص حال المسكين هادشي. وثمن حنا تنقولوا لهم هاد الثمن نحضروا راسنا كاع ما باقي تنقدوا نشوفوا فيهم حتى الشوفان. والله العظيم هادشي راه قاص على المسكين. شحال من عام وانت في هذه الحرفه تقريبا؟ راه من 80. من 80 كانوا زيادات بحال هادو ولا؟ لا، هذا العام هو اللي مكفس كاع. لا غالي الثمن، اليوم تباعت 7 دراهم 7 ونص 8 دراهم حتى سميتو حتى 8 دراهم ونص. طلع الثمن؟ طلع الثمن معقول. كي داير الرواج؟ شويه الله يجعل البركه وحنا عايشين الحمد لله على كل حال. نوبه السوق تيطلع نوبه تهبط نوبه تيطلع نوبه تهبط والميزانيه. هذه 20 يوم هبط شي هبطه؟ لا طلع. ما بقاش؟ لا ما باقيش تهبط. كاع من تقريبا من اللي خرج شهر جوج صافي السوق ارتفع في الوسط ديال شهر جوج. واش هذا الثمن باش كتبيعو قاد عليه المواطن؟ 5% ولا 2%؟ 2% ولا 5%، هما اللي تقريبا بيكونوا اللي قادين، اما الناس الله يكون في العوان. ضروره. بزاف كاع ماشي مضروره، راه مضروره. واش الانسان غادي يشد كيلو ديال القمح ب 170 ريال؟ يا سيدي عطا الله الخير والخير موجود. شحال كان دايره فارينه؟ كانت هذه ما فارينه غاديه من 60 حتى 70 75 80. دروك كاع ولات 80 كاع 85 90. ما كاين زياده؟ ما كاين زياده كاع بزاف. حتى الناس مقهوره كتقول ما كاين لا قهر لا كذوب. الله ما فات الكذوب. ها الزرع عطا الله الزرع عطا الله موجود الخير. كاينه فارينه ب70، كاينه واحد الكاليتي ب70 ريال، كاين واحد الكاليتي ب85 وكاينه 80 وكاينه 90 ريال. واخا هذا القمح طلعوها ديال الخارج. واخا هذه اللي كانت هذه اللي ولات دابا ب90، هذه واحد الشهر شحال كان دايره؟ كانت ب 75 72 نهضروا على الكيلو. 72 75. اذا زاد شويه زادت واحد 10 ريال كاع ولا 12 ريال كاع. هذا وجد. اش قلتي لي يا شريف؟ لا قلت لك الغلا كاين، ولكن مرفقه الحمد لله ما بغاو فابور. الناس الفلاحه اللي عندها حبيبه تيطالب فيها الثمن. فلاحه عنده الدخل عادي ما بقاش يبقى الفلاح، ما بقاش يدخل. شي واحد اللي حاطي سلعه ما بقات تيجيبوها الفلاحه. لا المواطن دريويش يقدر يتبع هاد الاثمنه. المواطن راه مزيانه. واش لقينا الخير موجود؟ والله الا اللهم لك الحمد، لقينا الخير موجود والله الا زينه. راه واعر لا ما كانش. بالنسبه للسلعه هذا العام شويه هذا العام تاع الجفاف وهذا السلعه شويه ناقصه شويه قليله، والثمن راه مع هذه الحروب اللي واقعه وهذا المازوت اللي غلا وهذا الشيء السلعه غاديه وكتغلى شويه. هو السلعه الحمد لله كاينه. الاثمنه اليوم السوق الاثمنه ديال القمح اليوم تبع القمح كاين من 120 حتى 150 على حسب السلعه، على حسب الكاليتي مزيان تبعت 150 ريال. وحساب القطاني دابا زاكيه، كانت طلع شي شويه، كان دابا زاكيه الحمد لله. والسلعه راه موجوده، واخا كاع داكشي السلعه موجوده، ملي كتدخل في الشيء الخير تبارك الله الحمد لله. كلشي عنده السلعه كاينه، واخا كاع الثمن غالي كداخل السلعه. ويحسب العام هذا كاين شويه الجفاف، عام تاع الجفاف هو اللي واخا نبقاو في الاثمنه طلعوا
اثمن طلع شي شويه، طلع شويه، ماشي بزاف ولكن شحال شويه. غتكون زادت مثلا من لا الثمن ديال اليوم مقارنه مع 20 يوم هذه؟ زاد شويه، زاد واحد الدرهم تقريبا، درهم ونص، شي درهم ولا درهم ونص زاد في القمح تقريبا. درهم ونص؟ درهم ما بين درهم ونص زاد في القمح. هذا القمح. وفارينه دابا الفارينه داير دابا 5 درهم داير دابا الفارينه، دابا الفارينه زادت في المتناول ديال كل شيء. لا الناس عاوتاني راه الله يكون في الهوان، هاد كورونا وهاد الجائحه راه الناس شويه واكلين الدق. يلا لقاتهم الجائحه الاكثريه اغلبيه ما خدامينش وهذا كتجيهم شويه قاصحه شي شويه، الله يكون في الهوان. يلا دابا تلقات شي شويه قضيه شوي. ولا كيجي عندك الزبون وكيتقدى كيفاش؟ ايوا الزبون كتجي شويه قاصحه شي شويه، الاثمنه غاليه شي شويه، ولكن تيدي القياس. ايوا لما يدي مثلا خنشه كيدي نص خنشه، ولا تيقضي بالغار تيدير الله شتاوي. قلال شويه راه واش شي شويه ماشي بزاف، حيت دابا القضيه غاليه. انت الاولى شهر السلعه غاليه راه غادي دير القياس باش تقضي ولا لا. هاد السلعه مين كتجيكم؟ السلعه كتجي كاينه البلاد كتعطي برا، كتجي السلعه من البلاد وبرا. مثلا شي العدس وداك الشيء كيجي من كندا، كاين الفول كيجي من مصر، كاين كيجي عطينا اوكرانيا حتى هي، سلعه اوكرانيا دابا ما بقاش كتجي، ولات قليله ملي وقعت الحرب هذا. ديال الداخليه ديال برا، ديال الداخل حيت عامل الجفاف، دابا عامل تاع الجفاف هو يدير هذا الشيء. وديال برا حتى هي طلعت، البرا طلعت حتى هي. عندك كتشوف دابا في الاخبار قال لك عالميا طلعوا السلع، ماشي ما فيديناش. اذا كانت هذه جوله ديالنا في سوق الجمله للحبوب والقطاني. الظاهر انه من خلال الحوار مع العديد من الباعه ديال الجمله ان الاثمنه كلها عرفت زياده وربما بشكل مهول. العديد من بائعي الجمله اكدوا لنا ان هذه الاثمنه ما عرفهاش المغرب منذ ازيد من اكثر من 10 سنين، وانه لا قدر الله ثمن مرشح كذلك للزياده. جميع السلع بدون استثناء عرفت زياده مهوله، والظاهر انه يجب ان يكون هناك تدخل جاد من اجل استقرار الاوضاع ديال هذه الاثمنه، والا فالثمن غيمشي بشكل غير متحكم فيه. شكرا لكم على متابعه هذا الريبورتاج.